المقادير الثانيه عندي 175 جرام ميه، 175 جرام سكر، مكتوب هنا 75 اكتبي 175 جرام سكر، 100 جرام سمنه سايحه، وعندنا 50 جرام عسل جلوكوز، وهنحط 100 جرام بندق قطع. هقول تاني: 500 جرام دقيق سومولينا، 50 جرام جوز هند اختياري، 2 جرام بيكنج باودر، 175 جرام ميه، 175 جرام سكر، 100 جرام سمنه سايحه، 50 جرام سيرب تقيل، و100 جرام بندق قطع، او تعمليها ساده او بالفستق او باللوز زي ما انت عايزه. السيرب عباره عن ايه؟ هنزل لك السيرب برضو. السيرب عندي 250 جرام ميه عليهم 500 جرام سكر، لان سكر يعني ال 250 واحد لواحد، 250 سكر على 250 ميه، واحد عدد عصير ليمونه. وبنفس التكنيك هنعمل سيرب سخن للبسبوسه. السيرب بتاع البسبوسه سخن اللي هو خفيف، يبقى 250 جرام سكر على 250 مللي ميه، واحد عصير ليمونه. تعالوا نركب مع بعض مقاديرنا هنشوف ازاي. عندي خطوتين اتنين، الخطوه الاولى والخطوه الثانيه. عندي هنا دقيق سومولينا، هاخد دقيق سومولينا احط هنا اول حاجه دقيق سومولينا، هحط الجوز الهند، هحط البيكنج باودر. يبقى عندي هنا دقيق سومولينا وجوز الهند والبيكنج باودر، واخلطهم مع بعض. يبقى عندي وعاءين ناخد بالنا منهم، عندي دقيق سومولينا وعندي الجوز الهند والبيكنج باودر قلبناهم مع بعض. الخطوه الثانيه عندي السكر، عندي السكر احطه في وعاء ثاني، عندي السكر وعندي الميه، عندي السكر والميه، ادي السكر والميه احطهم في وعاء ثاني، ادوبهم، اجيب العسل الجلوكوز احط عليهم، يبقى عندي السكر والميه والعسل الجلوكوز احطهم على بعض، وعندي السمنه السايحه يا محمد يا حامد، وعندي السمنه السايحه. الخطوه المهمه جدا في موضوع ادي السمنه السايحه. اوكي، يبقى حطيت هنا 3/4 كوبايه ميه مع 3/4 كوبايه سكر مع ربع كوبايه عسل جلوكوز على نص كوبايه سمنه سايحه. احطهم على بعض كويس قوي وادوبهم كويس قوي في الخليط، ادوبهم كويس جدا. يبقى هنا عندي ايه؟ السكر والميه والسمنه والعسل الجلوكوز يدوبوا مع بعض كويس قوي، اتاكد ان هم دابوا مع بعض. الخطوه الثانيه ايه بعد ما كل ده يدوب مع بعضه؟ الخطوه الثانيه مهمه جدا جدا جدا. هجيب الصينيه بتاعتي وهجيب ايه التقليبه، اهم حاجه التقليبه اللي هنا بقى التكه المهمه جدا، ان انا بعد الحاجات الناشفه اللي هي البسبوسه وجوز الهند والبيكنج باودر، الواجب انا ما احطهاش بيكنج باودر، بس انا بحطها بيكنج باودر عشان حضرتك تنجح معاكي. وهنا المواد السائله السكر والميه والعسل الجلوكوز والسمنه السايحه، هروح واخد الكلام ده كله ومنزله مع بعضه هنا كده وهنقلبه تقليبتين. النقطه المهمه انا عايزه الخليط بتاعي دوت يكون مرمل، ما ادعكهاش كتير، انا عايزها مرمله. شايفه زي ما انا بخلطها بالراحه كده، عايزها تبقى مرمله. يا مدام ريهام مساء الخير. مساء النور يا شيف. تحت امرك، فرشه وسمنه. ازي حضرتك؟ كله زي الفل يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. شيف انا كنت بس عايزه اعرف، انا كنت بعمل الكرواسون بس نشف مني. نشف يبقى الفرن. فحضرتك معلش ممكن تقول المقادير تاني؟ من عناية الاتنين تاني وتالت وعاشر. زي ما انت شايفه قدامك البسبوسه مرمله. مرمله ليه؟ لان انا ضفت وقلبت تقلبتين عشان ما تنكتمش. الخطوه الثانيه بص عليها تاني، هجيب صينيه وهجيب ماده دهنيه، صينيه ادهنها ماده دهنيه، صينيه اهيت هدهنها ماده دهنيه كويس قوي، سمنه او زيت زي ما انت عايز اهو، ادهنها ماده دهنيه. هجيب ورقه زبده بمقاس الصينيه 30، احطها اثبتها عليها كده بالشكل دوت، واروح داهن من فوق ورقه الزبده تاني ميه يا محمد، بوله فيها ميه، واروح داهن فوقها تاني اهو بالشكل دوت، دهنها تاني سمنه. ليه؟ عشان لما اجي اقلبها اخد الخليط بتاعي اللي هو مرمل زي ما انتم شايفين قدامكم، انزله هنا كده مرمل خالص اهو زي ما انتم شايفين، زي ما، وبعدين اخده كده زي ما انتم شايفين مرمل قدامكم، ابل ايدي ميه، ابل ايدي ميه. بعد ما ابل ايدي ميه اهو ابدا اوزعها كده واضغط عليها، ابل ايدي ميه واوزعها كده. المقادير دي بتعمل صينيه مقاس 30 زي ما انتم شايفين قدامكم، السمك بتاعها ما يقلش عن سنتي اهو كده، وهي مرمله كده زي الفل، وابل ايدي ميه واوزع كل ده بتساوي. والنقطه الثانيه بعد كده عندي بندق احمصه واشيل منه القشر بتاعه كويس جدا، وبعدين هنعمل ايه؟ هنحطه فوقها. عايزه تعمليه ساده تدخليه ساده، ده البندق قدامك اهو متحمص وشايلين منه مكسرينه. بعد كده عندك ايه؟ تعالوا مع بعض هناخد الكلام ده كله نحطه فوقه، اخد البندق فوق كده واوزعه دايرين داير. عايزه تعمليه ساده، عايزه تعمليه بالبندق بالفستق زي ما انت عايزه تعمليه، واضغطي عليه بالسوداني، اضغطي عليها كده بالشكل، اضغطي عليها ليه؟ عشان تثبت مش اكتر من كده. وندخلها الفرن على درجه حراره 180 على ما تستوي لمده 25 دقيقه، اكون معلق على السيرب بتاعها وهنشوفها بعد ما تطلع.
كده بالشكل الجميل ده كده على درجه حراره 180. تعالوا نعلق على السيرب. السيرب برضو هحط هنا ربع لتر ميه على النار، ربع كيلو سكر، ربع لتر ميه، ربع كيلو سكر على النار. ده السيرب بتاع البسبوسه بالشكل الجميل ده كده اهوت. وبعد ما تغلي هعمل ايه؟ هسقيها السيرب بتاعنا العصير الليمونه. بعد ما تغلي هديها عصير ليمون، بعد ما تغلي هديها عصير الليمون. فقلنا كل الخطوات اللي هي تنجح معانا البسبوسه. المهم بعد ما تنزلي السوائل عليها ما تقلبهاش كتير عشان ما تنكتمش، الواجب تبقى مرمله، وتبلي ايدك ميه، والفرن بتاعك يكون شغال على درجه حراره 180 وتدخليها لمده 25